عاملين دايت او مرضى سكر وعايزين تاكلوا مكرونه بشاميل؟ طب انا النهارده هاكلكم مكرونه بشاميل في الدايت وكمان لمريض السكر. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي عزه ودي قناتي ابداعات عزه. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده جبت حله حطيت فيها ميه، اول ما الميه غليت حطيت كده معلقه ملح. كان عندي كيس المكرونه اللي هو الرويال ده 350 جرام، اللي هو الخواتم كمان، يعني ما لقيتش ريش وكده، فقلت عادي هعملها بالخواتم دي مفيش اي مشكله. طبعا هتكون النتيجه افضل لو احنا استعملنا مكرونه بني اللي هي مكرونه القمح الكامل او مكرونه الشوفان، هتبقى افضل وافضل. بس طبعا ايه، انا كان المتوفر عندي ده. فبعد كده جبت الشوفان ده، انا جايبه شوفان حب كده وهبتدي ان انا اطحنه في المطحنه دي، عايزه احوله لدقيق. ده اللي انا هعمل منه البشاميل. يعني يعني اخف الضررين، يعني بدل ما نعمل مكرونه عاديه ونعمل البشاميل كمان بدقيق ابيض، لا احنا عملنا المكرونه العاديه لكن هنعمل البشاميل بدقيق شوفان علشان يبقى حلو ومشبع، وكمان يبقى خفينا ضرر المكرونه البشاميل قدر الامكان. طبعا انا لو في استطاعتي ان انا كنت انزل في اليوم ده اجيب المكرونه اللي هي البني دي كنت نزلت وجبتها. بس انا بصراحه كنت يعني مستعجله وعايزه اعمل الاكل وما كانش عندي وقت ان انا انزل. بعد كده عندي كبد وقوانص، دي كانت في الفريزر. وانا بصراحه كنت بلم الدنيا، يعني عايزه اعمل بالحاجه الموجوده. فطلعت كده الكيس الكبد والقوانص دي من الفريزر، دي بتاعه الفراخ اللي احنا جايبينها، انا طبعا بشيلها في الفريزر. قطعتها طبعا وغسلتها كويس جدا، وبعد كده جبت الطاسه او الصينيه اللي هشتغل فيها دي، حطيت فيها معلقه واحده كده من الزيت، وحطيت فيها دقه من اللي هي بتاعه الثوم بالفلفل بالملح بالكمون بالكزبره بالخل بالليمون. طبعا انا بعملها بخليها لاي تخليلات لاي تتبيلات هحطها في التلاجة. فخدت منها كده معلقه في الزيت، وبعد كده نزلت بالكبد والقوانص كده ياخدوا صدمه ويتشوحوا كويس جدا. مش هحط اي حاجه غير توابل بس. تقدري تحطي بقى بصل توم تاني، يعني فلفل الوان فلفل اخضر طماطم، ممكن تشكلي فيها زي ما انت عايزه. بس انا عندي بصراحه ما مش بياكلوا معاها اي حاجه من البصل والفلفل والحاجات دي، بيشيلوها اصلا من المكرونه. فقلت خلاص انا هتبلها بالتوابل بس. التوابل كانت عندي فلفل اسمر وكمون وكزبره وكبابه صيني وقرفه وجنزبيل. حابة كمان تزودي أي حاجة تانية في التوابل أو تشيلي أي حاجة من الموجودة دي براحتك خالص، استعملي المتوفر عندك والموجود. لحد كده ما استووا كويس جدا وخلاص اتشوحوا وشربوا من التوابل، خلاص كده الكبدة عندي جاهزة. بعد ما طفيت عليها حطيت بشرة جوز الطيب، اختياري طبعا، لو مش حابة بلاش. في الوقت ده طبعا المكرونه بتتسلق اهي. اول ما اشيل المكرونه من السلق خلاص تكون استوت، هعمل بس حسابي ان انا اخد منها كوبايه كده من ميه السلق دي علشان استعملها كمان في البشاميل. طبعا ما ننساش الملح ونظبط ملحنا في الاكل. انا كنت هنسى الملح بصراحه، حطيت التوابل كلها وكنت ناسي احط الملح، حطيته في الاخر. خلاص كده الكبده جاهزه عندك. خلاص البشاميل اهو هعمله. جبت معلقه كده من السمنه البلدي، ما كترتش برضو عن معلقه، هي معلقه واحده، او زبده بلدي، يعني استعملي الحاجات السمنه البلدي او الزبده البلدي او زيت الزيتون. الحاجات دي افيد حاجه طبعا. فانا يعتبر كل اللي استعملته في المكرونه كلها معلقه الزيت اللي في الكبده ومعلقه السمنه اللي في البشاميل، بس مش اكتر من كده على الصينيه كلها. طبعا الصينيه دي هتاكل كذا فرد، فما تقلقوش خالص من السعرات، هتبقى قليله ان شاء الله. عندي بقى الشوفان اهو، بعد ما طحنته حطيته كده في الكيس، خدت منه حوالي 4 معالق بالمعلقه اللي هي بتاعه الاكل دي، وابتدي بس ان انا ايه اشوحهم كده مع السمنه البلدي. يضيعوا ريحه دي يعتبر الدقيق بقى، يضيعوا ريحه الدقيق اللي فيهم، ويتشوحوا كده بس مش كتير، يعني شويه بسيطه كده. وبعد كده هنزل اول حاجه هي كوبايه لبن. طبعا اللبن ده لبن بلدي، بس انا شايله منه الوش، شايله منه القشطه، فيعتبر لبن خالي الدسم. كمان انا مش هحط المقدار كله لبن، انا هحط كوبايتين لبن وكوبايه ميه من بتاعه سلق المكرونه. ادي دي تاني كوبايه اهو بقلب. طبعا مش عايزين اي تكتلات برضو، تخلي بالك ان الشوفان او دقيق الشوفان ما يتكتلش معاكي، فانزلي بالسوائل واحده واحده. دي بقى ميه سلق المكرونه اهي. بحب قوي احطها في البشاميل، سواء بعمل بقى بدقيق شوفان بدقيق عادي، بحب ان انا ازود لها كوبايه ميه سلق او كوبايه شوربه. فما كانش بقى في شوربه فزودتها ميه سلق المكرونه، وبعد كده نزلت بمكعب مرق دجاج. وطبعا هنظبط بقى الملح والفلفل الاسمر، واحط كمان توم وبصل بودر.
قلبت بقى كل الحاجات دي وهسيبه على النار كده لحد لما يبتدي يشكشك كده ويتقل شويه. حطيت طبعا الملح لاني دقته لقيته محتاج ملح، وانا حاطه مكعب مرق فهنخلي بالنا. بعد كده خلاص البشاميل اول ما يغلي معايا هتلاقوه تقل بقى سمك البشاميل العادي جدا. حطيته في النار على طول. بعد كده بقى جبت المكرونه اللي انا صفيتها اهي، بصوا ده الكميه اللي انا بعملها يعني سبحان الله. بجد الحمد لله على كل شيء. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا يعني ما كنت بعمل مكرونه بشاميل قبل ما اعرف ان انا عندي السكر، وقبل ما ابقى في البيت كله بقى بيلتزم وكله بيعمل دايت وكله خايف على نفسه وكده، كنت باعمل يوم مكرونة بشاميل دي يعني 3 أكياس 3 أكياس من المكرونة اللي هي الريش دي. نفس الكيس اللي أنا عاملة منه المكرونة ده كنت باحط 3 أكياس مش كيس واحد. وكنت باعمل بقى صينيتين بسم الله ما شاء الله يعني مش عايزة أقول لكم. الصينيتين دول كانوا بيخلصوا في نفس اليوم، كنا بنتغدى ونتعشى منها وما كانش بيفيض منها ولا فتفوتة. قليل أوي يعني لو فاض شوية وكنا بناكلهم تاني يوم عادي. طبعًا أنا باحب أعمل الحركة دي أو إن أنا أحط كده المكرونة على الحشوة سواء لحمة أو فراخ أو كبدة وكده زي ما أنا عاملة، ومعلقة من البشاميل وأقلب كله كده مع بعضه. طبعًا المكرونة بقى خدت من السوائل اللي نزلت من الكبدة، اتطعمت بطعم التوابل اللي في الكبدة كلها، وبقت كلها طعمها حلو حتى لو بتاكلي مكروناية من غير كبدة جنبها، بتبقى واخدة الطعم من أي حشو أنتِ بتحطيه. حطيت بقى كده رصيتهم في الصينية دي بتاعتي الجميلة دي، وسويتهم كده شايفين الحجم قد إيه. كنت باملى ساعات الصينية دي للآخر، يعني كان بيبقى البشاميل بيسيح كده من على الوش من كتر ما الصينية كمان كانت عالية. شايفين الصينية دلوقتي مش عالية خالص إزاي. وكنت باعمل بقى إيه صينيتين 3 يعني باقول لكم يعني أقل حاجة أعملها 3 أكياس، يعني ممكن كان أيام أزود كمان الأكياس المكرونة أحس إنها مش كتير فباروح مزودة. فشايفين أنا وصلت إن أنا باعمل إيه دلوقتي. باعمل كيس واحد من المكرونة وكمان مش بناكله كله. وكمان عايزة هاقول لكم دلوقتي وهتشوفوا معايا إحنا كلنا إيه وفاض إيه. أنا باعمل دلوقتي الأكل ل3 أفراد في البيت، فشوفوا بقى ال3 أفراد والصينية دي والكمية دي وكلنا إيه. طبعًا يعني كمريض سُكّر أو حد بيعمل دايت إحنا لينا مثلًا 7 معالق مكرونة، 7 معالق رُز كده يعني. فأنا إيه حاولت إن أنا آخد الخرطة، يعني هي خرطة واحدة بس اللي أنا هاكلها. برضه بنتي بتعمل دايت فخدت برضه خرطة واحدة. جوزي والله مش يعني بيحب يعني إن هو يشاركنا همومنا وأحزاننا، فبقى ياكل زينا والله وأقل مننا كمان. فبقى الأكل عندنا بقى بنعمل كميات قليلة جدًا، وده طبعًا برضه نعمة وفضل من عند ربنا، والحمد لله إن إحنا اكتشفنا حاجة زي كده من بدري علشان نلحق نحافظ على نفسنا. خلاص كده خلّصت صينية المكرونة أهي بُصّوا تحفة، والبشاميل روعة وريحته جميلة جدًا. ما قدرتش أمسك نفسي يا جماعة والله العظيم ما قدرت إن أنا أحط كده شوية من القشطة اللي كانت على وش اللبن على الوش، لإن أنا باحب الحركة دي أوي في المكرونة وبتخلّي ريحتها حلوة وطعمها حلو. فأنا قُلت بقى إيه هي خرطة بقى وخلاص. فحطيت كده زي ما أنتم شايفين وزّعت كده شوية من وش اللبن على المكرونة، ودخّلتها طبعًا الفرن لحد لمّا إيه خدت لون كده. وأهم حاجة أهم حاجة مش هأكد عليكم تاني طبق السلطة، ده اللي هيشبعكم وده اللي هينجز معاكم الأكل. فأنا باكل الأول حوالي يعني نُص طبق السلطة ده، وبعد كده آكل خرطة المكرونة. فالحمد لله كده إيه السكر يعتبر ما بيرتفعش في الدم بسرعة، وكمان ما باجوعش بسرعة. عايزة أوريكم شوفوا اللي إحنا كلناه أهو. أنا وجوزي وبنتي اتغدينا باللي أنتم شايفينه ده، والباقي ده يا عالم بقى هيتاكل والّا مش هيتاكل. طبعًا أنا سجلت الفيديو بدري.